عواد يقرب محمود حمادة من الزمالك، صفقة ما بين الزمالك وبيراميدز. جماهير الزمالك ورسالة إلى عودة أحمد أيمن منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. إزيكم يا جماعة؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. أول حاجة النهاردة عايز أقولها لكم: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة هنتكلم في 4 مواضيع مهمة جدا، يا ريت تسمعوا الفيديو للآخر وتعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. أول موضوع: عواد يقرب محمود حمادة من الزمالك. نادي فاركو الأولوية الأولى عنده هي إن هو يكون عنده حارس مرمى جديد، وحاطين 3 حراس مرمى هياخدوا منهم. اول واحد منهم محمد عواد وعلي لطفي ومصطفى شوبير. نادي فاركو عمل استطلاع لمديره الفني اللي هو طارق العشري حط الاولويه الاولى لمحمد عواد، وده ممكن بيقرب محمود حماده من نادي الزمالك. ولكن قابلية نادي الزمالك في الاستغناء عن محمد عواد دي أول حاجة، إن الزمالك هل هيستغنى عن محمد عواد ولا لا، وكذلك قابلية نادي الأهلي في الاستغناء عن مصطفى شوبير وعلي لطفي، هل النادي الأهلي هيستغنى عنهم ولا لا. ولكن اللي بيفصل هنا هو اختيار طارق العشري المدير الفني لنادي فاركو، إن هو طالب محمد عواد. فبنقول هنا ان هيحدث صفقة تبادلية ما بين الزمالك في فاركو، فمحمود حمادة هيروح الى الزمالك ومحمد عواد هيروح الى نادي فاركو، وده ممكن يكون اقرب شيء في الفترة اللي جاية، ان هيحصل عملية صفقة تبادلية ما بين عواد وما بين محمود حمادة. وده طبعا انا بتمنى جدا محمود حمادة ان هو يجي لنادي الزمالك، لان احنا محتاجين حد في خط النص يكون مميز زيه. فده في القريب العاجل هنشوف هل هتحدث الصفقة دي ولا لا. الصفقة اللي هتكون بعد كده هي صفقة ما بين الزمالك وبيراميدز، بطلها مين؟ عبد الغني وعبد الله جمعة وعواد. كل مرة بيراميدز بيطلب 2 دايما، عبد الغني وعبد الله جمعة، ولكن الزمالك المرة دي محتاج مين؟ إبراهيم عادل، محمد حمدي وفخري لقاي. والزمالك ايضا طلب بعودة كل من يوسف أسامة نبي، وكذلك مين؟ سيف جعفر. هل الصفقة التبادلية اللي هي دايما بيتم الحديث عنها كل فترة انتقالات بين الزمالك وبيراميدز، هل هي المرة دي هتتم ولا مش هتتم؟ لأن كل مرة العملية الانتقالية كل مرة بيحصل فيها فترة انتقالات ما بين الزمالك واللعيبة او بيراميدز بتحدث ديت، وبعدين في الاخر ما بيحصلش اي حاجه. فبصراحه نادي الزمالك مش محتاج قوي عبد الله جمعه، لانه دايما بيكون في حاله ان هو مكسور دايما، وعبد الغني ممكن ان احنا نستغنى عنه. فلو حصل هذه الصفقه التبادليه مع اعطاء شويه فلوس، يعتبر الزمالك كسبان كتير جدا جدا. انا عن نفسي انا بتمنى ان الصفقه دي تتم، بالذات ابراهيم عادل ده من احسن اللعيبه في رايي في مصر في الوقت الحالي، ومستقبله ممتاز في الفتره اللي جايه. الموضوع الثالث اللي احنا هنتكلم فيه هي جماهير الزمالك ورساله الى اللعيبه اللي هم باعوا نادي الزمالك. عجبني جدا جماهير نادي الزمالك في مباراه الامس، هتافات قالت ايه؟ أسامة إلى جعفر، علمنا عيالنا إيه؟ اللي هيدفع أكتر هنعيش تحت رجليه. هتافات بصراحة جميلة جدا، لأن نادي الزمالك عمل إيه؟ هو اللي صنع اللعيبة دي وعمل أسمائهم، وهو اللي ركبهم عربيات وخلى الناس تشاور عليهم في الشارع. وكان إيه بقى رد الجميل من اللعيبة ديت؟ هو مساومة نادي الزمالك وبيع نادي الزمالك بالرخيص. بصراحة رد جميل جدا من جماهير الزمالك لما قالوا اللي هيدفع اكتر هنعيش تحت رجليه. يعني عايز يقول لك ان اللعيبة ديت عبارة عن انها لعيبة فلوس فقط، عايزين فلوس، ما بصوش لحاجة واحدة، ان الزمالك هو اللي عملهم وهو اللي عمل ابهاتهم كمان. يعني من غير الزمالك الناس دي كلها ما كانش حد يعرفها خالص، لا يعرف ابوهم ولا يعرف اولادهم، وهم عاشوا من خير الزمالك، وفي الاخر باعوا نادي الزمالك بالرخيص وراحوا بيراميدز علشان شوية فلوس صغيرة. الموضوع الاخير اللي هنتكلم فيه هو عودة احمد ايمن منصور.
بناء على رغبة أوسوريو هو عودة أحمد أيمن منصور. أعتقد طريقة أوسوريو في اللعب بيلعب هو بيلعب 3 من ورا، وهو محتاج مدافع بيلعب برجله الشمال. وفي الوقت الحالي بصراحة ما فيش في مصر إلا واحد بس اللي هو بيلعب في برجله الشمال، هو أحمد أيمن منصور. وطبعا الونش، ولكن الونش في الوقت ده عنده صليبي، فمن الصعب جدا ان احنا نعتمد على لاعب واحد في هذا الوقت. فانا اعتقد ان اوسوريو محتاج احمد ايمن منصور، ولذلك طلب من الاداره انها تتواصل معاه وتتواصل مع طلائع الجيش ويرجعوه تاني، لان هو محتاجه جدا في الفتره، وطريقه لعبه بتعتمد عليه. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على عواد، وان هو بيقرض محمود حماده من الزمالك، وصفقه ما بين الزمالك وبيراميدز، وجماهير الزمالك، ورساله الى اللاعبين اللي هم مشوا. ده بالنسبه لموضوع النهارده. الف شكر يا جماعه، والسلام عليكم.